بعد الصدمة الكبرى الذي خلفها قرار قاضي قصر العدالة بباريس يوم الجمعة الماضي، والقاضي برفض السراح المؤقت للفنان المغربي سعد لمجرد، قررت هيئة دفاع الفنان المغربي أن تعقد اجتماعا حاسما والضغط على قاضي قصر العدالة لبرمجة جلسة المواجهة في أقرب الآجال نظرا للحالة النفسية التي يعيشها موكلهم. وحسب ما أورده اليوم الثلاثاء الموقع الفرنسي أطلس أنفو استنادا لمصادره الخاصة، كشف أن جلسة المواجهة بين سعد لمجرد والفرنسية لويران بريول يستحيل أن تعقد قبل شهر بعد أن رفع محامي الفتاة الفرنسية شهادة طبية تثبت مدى عجزها في 3 أشهر. وكان القضاء الفرنسي قد رفض نهاية الأسبوع الماضي منح السراح المؤقت للفنان المغربي الذي يقبع في سجن فلوري منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.